وصفتنا لليوم بتناسب هالأجواء الصيفية، باردة وسهلة وسريعة، وبثلاث مكونات بس رح نحضر أطيب آيس كريم اللوتس. يلا مع بعض نبلش وبنقول بسم الله. بطبق بنضيف كوب من الكريمة السائلة الباردة، ممكن نستبدله بكوب من كريم الشانتيه مع كوب من الحليب البارد. لازم تكون الكريمة كتير باردة. بنخفقها ليتماسك قوامها، وبنضيف عليها معلقة كبيرة من الحليب المكثف المحلى، وبنرجع بنخفق ليتماسك القوام. بعدين بنضيف زبدة اللوتس معلقتين كبار. ممكن بهالمرحلة تستبدلوا زبدة اللوتس بأي نكهة انتو بتفضلوها، مثلا شوكولا أو بيستاشيو أو أي نوع فواكه بتفضلوه. يا ريت إذا عم تحبوا وصفاتي ما تنسوني من دعمكن والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكن كل شي جديد. وهلأ هون ضفت عليهن كم قطعة بسكوت لوتس مكسر، يعطيها نكهة طيبة وغنية. بعدين جبت كوب من الكريمة الشانتيه وضفت عليه 3/4 كوب ماء متلج وخفقته مزبوط، وضفت عليه الخليط السابق. هاي المرحلة فيكم ما تعملوها إذا كنتوا من الأساس حاطين كريمة شانتيه. أنا حبيت أخلط بين الكريمة السائلة لأن نكهتها طيبة وكريم الشانتيه لأنها بتتماسك أكتر. هيك صار معنا القوام ممتاز. هلأ بنضيف الخليط على بسكوت اللوتس اللي بنكون صافينه بطريقة مرتبة. وبنرجع بنصف بسكوت اللوتس بنفس الطريقة اللي صافين فيها الطبقة الأولى، وبنحطها بالتلاجة ليلة كاملة لحتى يتماسك الآيس كريم مظبوط. اكتبولي بالتعليقات بشو بتفضلوا نكهة الآيس كريم، إذا بتحبوها بنكهة اللوتس. هلأ قطعنا الآيس كريم متل ما شايفين، بدنا يطلع ساندويش آيس كريم. شايفين المنظر شو طالع بشهي؟ عن جد هالآيس كريم من أطيب أنواع الآيس كريم اللي ممكن تجربوه. عن جد رح تعتمدوا هالوصفة كل الصيفية وما رح تستغنوا عنها أبدا، وممكن تنكهوها بكتير نكهات. شوفوا هالمنظر قديه حلو، يعني المنظر لحاله بيحكي، والطعمة ما بوصفلكن قديش طيبة رهيبة. جربوها وما رح تندموا، وألف صحة وهنا.